رجعنا بعد البريك. دردشات مع ريتا الخوند على صوت النجوم. دردشات. الحلقة كمان كانت باقة من الآراء المنوعة الملونة بآرائكم وأفكاركم الحلوة. بدي أشكر كل مداخلاتكم. وهلأ معنا مسك ختام حلقة اليوم المقابلة مع الصحفية فدوى الرفاعي. فدوى الرفاعي اسم لامع في عالم الصحافة اللبنانية. شغلت سابقا مركز مدير التحرير لمجلة نادين، وهي حاليا محررة في جريدة الشرق اللبنانية. وأقل ما يقال في فدوى وعنها إن صحفية ناشطة جدا ومجتهدة بشغف إلى صولات وجولات لا تنتهي في مهنة المتاعب، وإلى كمان نجاحات من خلال كل المواضيع يلي عالجتها بطرح ذكي وراقي وموضوعي ومحترف فئا وعلى مدار اليوم والأسبوع. الصحفية اللبنانية فدوى الرفاعي، يسعدني جدا اليوم انك تكوني ضيفتي بدردشات. يعطيك العافية ريتا، تحية لإلك وللإذاعة اللي بحبها كتير ولكل المستمعين. فدوى الصحفية التي لا تهدأ، خبريني كيف بتلحقي؟ هل العمل الصحافي بياخد كل وقتك بالحياة؟ عندك وقت لشي تاني؟ بالواقع يعني اليوم بدك توفقي بين حياتك الشخصية حياتك المهنية، بدك تضلي بنفس الوقت عم بتواكبي كل الجديد، لأنه ما فيك تغيبي. بدك تضلي up to date مع يعني الأحداث اللي عم بتصير. أوقات بنمرق بفترة ركود، يعني ما في شيء ينحكى عنه، بس هلأ الحمد لله موسم حافل. بس انت اسم الله عليك ما في ابدا ركود عندك. يعني انا بلاحظ من كتاباتك ومنشوراتك انه كل الوقت شغل متواصل. ايه الحمد لله. اللي بيتعود على الشغل خصوصي يعني انا تقريبا مسيرة 23 سنة بالصحافة، يعني مثل ما بيقولوا كيف ما كبيتيني بجوائفي، يعني من مشي بخترع شيء بس يكون اكيد يهم الناس تتابعه. بدك تشوفي مين افيلبل من الفنانين من الممثلين، مين قادر يحكي، مين مثلا بفضل ما يحكي لأن ما عنده جديد حسب الموضوع. في ناس تكون عم تعمل تحقيق بقول لك مين في بالتحقيق اسماء معينه، لا انا ما بدي اطلع يعني في انانيه معينه، عرفتي؟ فبحترم الكل. يعني هلا انت اعطيتي الصحافه وقتك وشغفك وسنينك مثل ما قلتي، يعني اكثر من 20 سنه، وكنتي سابقا مديرة تحرير مجله نادين، واليوم انت دينامو في جريده الشرق. كيف بدك تختصري لنا هالتجربة الصحفية؟ كيف بدأت؟ شو الاشياء اللي مرقتي فيها؟ اليوم انت وين؟ يعني الشغل بالمجلة يختلف عن الجريدة. يعني بالمجلة كنت أنا كل المواضيع مسؤولة عنها، كل شيء، يعني مقابلات، أخبار، تحقيقات، مجتمع، موضوع الغلاف، الإعلانات، بدي أتابع كل شيء. وبنفس الوقت بدك تعمل شيء مميز، لأنه المجلة كانت مميزة. يعني كان مجرد ما بتشتري مجلة نادين يعني مميزة عن الإصدارات الأخرى، فكان في جهد كتير كبير بشكل أسبوعي. يعني بكون عم بخلص عدد بدي أحضر لعدد ثاني. بينما بالجريدة يعني اليومية عندي صفحة بس، بهالصفحة يعني عندي الحرية الكاملة. يعني أوقات بمرق أخبار، أوقات تحقيقات، مقابلات، حسب يعني بنوع. فما عندي مسؤولية، يعني المسؤولية على غيري بالجريدة، لأنه الصفحة الفنية تعتبر صفحة ترفيهية، يعني منا أساسية بالجريدة لأنه جريدة سياسية. فبتكون منوعة، يعني ما فيها المسؤولية الكبيرة، فمرتاحة من هيدي الناحية. وإنما العمل بمجلة أسبوعية وتكون يعني مديرة التحرير بمركز مسؤول،
ما فيك يعني تستسهلي، ما فيك تقولي انه انه خلص شغله بدي اعمله. لا، لانه كمان اسمك بدك تحافظي عليه. يعني اليوم لما بتقري موضوع مثلا كاتبه فلان، لانه فلان تقريه، لانه غيره ما بيهمك. يعني في كونتنت معين اليوم بيجذبك، لانه هيدا الشخص بيحرص على كل كلمه بيكتبها، وعنده مسؤوليه، بيحترم نفسه، بيحترم الاخرين. نعم. هلأ هون كمان في شغلة لفتتني، انه هل الصحافي بعد ما يوصل لمركز سينيور بوزيشن بالصحافة، مدير التحرير كنت، انه بيرجع بيعيش عمله الصحافي الآخر بدون ما يكون عنده مركز معين، بس فقط كمحرر، حتى لو كان محرر ناجح؟ ايه طبعا، لانه اليوم مش المركز هو يعني مش الكرسي، اذا بدنا نقول ككرسي، هي اللي يعني الانسان هو مكانته مطرح ما يكون بيصنع مكانته، مش المركز ولا الالقاب، ان كان بالصحافه ولا بالفن ولا بكل المجالات. المهم الانسان يضل يحافظ على نفس النمط من المسؤوليه. اذا ما في حس بالمسؤوليه ما في يستمر. ما استهوتك السياسة؟ رحت تغرسه بالفن أو كان عندك تجربة سياسية؟ أبداً. السياسة ما بحبها، الحكي بالدين ما بحبه. ماما كانت تقول لي 3 أشياء ما تحكوا فيها: السياسة والدين والأعمار. لأنه اليوم إذا بتسألي حدا عن عمره، خصوصا الستات، يعني ما بيحبوا يحكوا بهيدا الشيء. بتعملي مشكل معهم. بتعملي عداوة. وقصص الدينية وقصص السياسية دايما عليها إشكالات، فبتجنبهم. الفن يعني أحلى شيء. الفن كمان بصير فيه مشاكل، بس مقبولة، بتضلها مقبولة، بتضلها تقطع. شو هاللي أخذتيه مقابل هالعمل الدؤوب؟ هل إنه عملك وفاك حقه؟ يعني هل أخذتي حقك بتعتبري بعد كل هالسنين؟ ايه طبعا الحمد لله. يعني انا اليوم هلا مش كتير يعني بيهمني الاسم، بيهمني اكثر السمعه الطيبه. يعني الحمد لله وين ما بروح بيقولوا لي فدوى ما بنسمع عنك الا يعني كل شيء حلو. هيدا اهم شيء، الانسان يترك اثر طيب وين ما يكون موجود. فالسمعه الحلوه هي رسماله لكل انسان. يعني اليوم بتقولي باللبناني هيدا ابن حلال وهيدا ابن حرام، فهيدا خير هيدا شر، والفرق مثل الفرق بين الثرى والثريا. صح. صحيح. كنت بأوقات كتير يعني ناقدة قاسية على البعض، وإنما هيدا إطار، يعني ضمن إطار عملي. يعني فدوى هون أنا بدي زيد شغلة من عندي. بدي أقول إنه حتى يلي بيقرالك قبل ما يعرفك بحس بالاحترام لكتابتك ولصفحتك، بحس إنه في شخص رصين ورا هالمقالات يلي عم ينشرها، وهالصفحة اللي دايما منوعة ودايما محافظة على احترام القارئ. ايه طبعا لانه اللي عم بيتابعك ممكن يكون مثلا رجل اعمال، سياسي، فنان، من كل الشرائح المجتمع. وانا دائما بكتاباتي بكون انا وضد. يعني بقول اذا مثلا انتقدت فلان في راي تاني معاكس لإلي، بدي يكون يعني عم بقنع على الحدا التاني اللي ضد رايي. مشان هيك بكون بكتاباتي مع وضد. يعني برافو انت عملت هيك، بس لا هون غلطت. إلى ماذا تطمح بعد فدوى الرفاعي؟ الحمد لله حققت يعني كل اللي بطمح فيه. انه هلا بتعرفي بالدراسة الأكاديمية تختلف كليا عن العمل الميداني. صحيح. الحمد لله اكتسبت كل الخبرات بعملي بمجال الصحافة، لأنه أنا مش صحفية سوشيال ميديا بفتح صفحة أو ويب سايت وبطلع بنظر الفنان شو كتب لحتى أنقل عنه حرفيا. لا، أنا كنت سافر أحضر مؤتمرات، برامج تلفزيونية، رح أقعد بالكواليس شوف عم بيتم التحضير للبرامج،
اعداد البرامج كلهم كنت ما اشتغلت فيهم بعمري يعني، بس بتابعهم، بعرف كل كواليس العمل الصحافي. فهيدي الخبرة يعني كتير مهمة بعتبرها، وأهم من مع أنك انتبه كتير مهمة الدراسة الأكاديمية، يعني بتخليك حدا يعني عنده باك جراوند انه مش جاي من ولا شيء، لا حدا محترف بالصحافة نعم. وبوكالة الأنباء، بس كمان الخبرة الميدانية اللي اكتسبتها يعني هي شهادة كبيرة انه ما في شيء ناقصنا الحمد صح لله. صح. طب كل هالباجاج هيدا الكبير، ما فكرتي ولا يوم يكون عندك شيء لإلك انت ما تكوني عم تشتغلي عند حدا، او مثلا تسافري؟ لانه بتعرفي قديش في اعلاميين سافروا لانه اجاهم عروضات بعد ما صاروا هيك المعرفة من الناس والشهرة. اكيد. هلا انا تلقيت كتير عروض، بس عندي مبدأ الوفاء، يعني وفية للمؤسسة اللي أنا بشتغل فيها. يعني بلشت مع مجلة نادين لدار الشرق، سكرت المجلة بظروف كورونا، وبعدين بظروف يعني أخرى الثورة والظروف الاقتصادية اللي نحن فيها، بس بعدني ضمن دار الشرق يعني بجريدة الشرق. يعني هيدا الوفاء بحبه نعم. وبحب يكون موجود كمان بالأشخاص اللي بعرفهم. هلا ممكن مثلا بيخطر ببالي الهجره، مش العمل برا، الهجره نهائيا يعني احيانا بتيأسي من وضع البلد، وانما كمان هلا المشروع مؤجل ما بعرف لامتى. يعني أنا بدي أتمنى لك النجاح والخير بأي شغلة أنت بتقرريها. وبدي هلأ وصلنا لسؤال الحلقة، بدي شوف أنت شو رأيك. كنا نحن خلال 3/4 الساعة طرحت أنا موضوع وكانوا المستمعين عم يعطوا آراءهم. الشق الأول بيقول: هل بتأيدي التفاعل غير المحدود للفنانين على السوشيال ميديا؟ أكيد لا، أكيد لا، لأنه يعني الفنان أو الممثل إذا ما عنده عمل جديد شو بده يطلع يحكي؟ الفنانة بتطلع يعني تحكي عن يومياتها، عن أزيائها، عن تعمل مشكل مع الفانز. يعني حلو يكون في شيء عمل يطلعوا يحكوا عنه. هلا مش بعده كتير كمان، لأنه نحن هلأ بزمن إذا بتغيبوا أسبوع بينسوك، بيفتوا على غيرك. صحيح. بشوفوا مين أكتب وبيتابعوه. يعني بتعرف تحت تويتر ما تلاقي في شيء، كمان انت كمتابعة يعني لا بتعتبري شيء غلط، وانما عم بيصير في شيء كتير اوفر ببعض الاعلاميين، ببعض الممثلين، بعض الفنانين عم بيستغلوا عدد المتابعين اللي لهم على السوشيال ميديا تا يروجوا لفستان، لجزين، لما بعرف شو. بصير التركيز على هالمنتجات يعني اكثر من اعمالهم، وفي منهم يعني صارت عمل يعني شغلتهم صارت بيعتاشوا من وراها. طبعا صحيح. مش غلط، لانه يعني بدهم يسترزقوا، عندهم مسؤوليات. وانما اللي يعني بس بتطلع على السوشيال ميديا لمجرد هاي انا جاي بدي اعمل مشكل، لا اكيد هيدي يعني مش مقبوله يعني مش مقبول أبدا. أكيد. فدوى هون بتذكر يعني أنا عاصرت فنانين كبار، بس كانوا صاروا بفترة عمر شوي متقدم، بس يلي كنا منعرفه كمان كانت القوة بالإعلام للمجلات الفنية. أكيد ما كان في سوشيال ميديا ومواقع. اللي كنا نعرفه إنه يعني أنا أول مرة مثلا اتصلت بسميرة توفيق ورضيت إنه تعطيني مقابلة، كان عيد بالنسبة لي، لكن ما حدا بيقدر يوصل بسهولة. شو رأيك صحيح. اليوم انه هالفنان متاح، ما في هالة بقى وما في خصوصية ابدا؟ لا الغريب انه مثلا بتتصلي بفنانة بتقولها بدي اعمل معك انترفيو، لا وبتشوفيها على السوشيال ميديا 24 على 24. هون انا ما بعد يعني ما بكرر الاتصال فيها، ما بعد عرفتي يعني هن اللي بيخسروا. اليوم قبل كان في نجاح حقيقي، اليوم في نجاح حقيقي بس إلى جانبه نجاح افتراضي. نعم صح، لأنه عندهم سايرين الفنانين أو الممثلين، يعني أنا الفن عموما
بيعتبروا انه شو ما قدموا للناس، الناس بدها تقول لهم برافو، بدهم يزقفونهم، وهذا الشيء غلط. نعم. ما عم بيميزوا بين التطبيل تبع الفانز يلي لألون وبين الجمهور العادي يلي لا، هيدا عنده في أذواق تختلف. يعني اللي بيعجب هيدا الشخص ما بيعجب الشخص الثاني. صحيح. يعني ما في إجماع على نجاح أي عمل، ما في إجماع. يعني حتى مؤخرا مثلا صدرت ألبومات، أغنيات، سينجلز، الناس عجبتها، ناس لا. وهذا الشيء طبيعي، مش غلط، كان من قبل وكان هلا. وإنما مش اللي ما بيقول لك عمل مش حلو ما توفقت فيه معناتها هيدا صار أعداء النجاح. لا بالعكس، أنت عندك ثانيتين بدك تسمع للآراء كل الناس، لأنه ولا أي فنان ممكن يرضي كل الأذواق. أكيد من قبل ومن هلا. أكيد. رح أسألك بسرعة السؤال الأخير، هل بتحبذي التعاطي التلقائي مع الأحداث يعني من قبل الفنان والناس، أو لازم يكون في شخص بروفيشنال يدير هالعملية الاتصالية على السوشيال ميديا؟ لا، مفروض هو الفنان اللي فاتح صفحة هو يتابع، يكون في اتصال مباشر وهو يقرر شو بده ينشر شو ما بده ينشر. أكيد. وبعيدا عن يعني اعتماد التنمر أو الشتائم أو التحريض أو التشهير، أكيد هيدا كله أنا ضده، كله ضمن حدود الاحترام والأخلاق. نحن من الطرفين، يعني من الجمهور ومن الفنان، يكون شيء من الطرفين. صحيح. نحن وقتنا انتهى. أنا بدي أشكرك كتير الصحفية اللبنانية فدوى الرفاعي من إذاعة صوت النجوم، مع تمنياتنا إليك بالنجاح الدايم. وأنا بسمحي لي كمان ريتا بدي هنيك على الكتب الراقية اللي عم تصدريها، على كمان المحتوى الحلو المرتب، الكلاس يلي بتقدميه للمستمعين، وبتمنى لك كمان دوام النجاح. ميرسي فدوى، ميرسي. وبفتخر فيك يا حبيبة قلبي. أهلا وسهلا فيك الصحفية اللبنانية فدوى الرفاعي.